السلام عليكم، اهلا بكم في درس جديد من دروس تعلم تي في. انا عمر ابو هاشم، مدير قناه تعلم تي في. احيانا الواحد بيجيله فتره بيبقى خلاص اوف كده، مش عايز يعمل حاجه، فاقد الشغف من كل حاجه. ودي المرحله بالظبط اللي انا بمر بيها كتعليم لغه. بطلت تقريبا بقالي حوالي شهر دلوقتي. حتى تنزيل الفيديوهات بتاعت اليوتيوب والتيك توك نفس الكلام، ما بطلت اصور. حاسس ان انا الفتره دي مش عارف في ايه، بس هي فترة أنا فاقد فيها الشغف من كل حاجة. يعني فترة حاسس إن أنا بعملش أي حاجة، ما بنجزش أي حاجة. حتى الكتب اللي أنا محددة بداية السنة اللي أنا أقرأها ما قرأتش فيها حاجة. يعني أنا مفروض حاليا إن أنا أبدأ في قراءة الكتب دي، اللي هم دول كده. دول كده مفروض فين؟ مفروض الكتب دي بتبدأ القراءة فيها لمدة السنة كاملة. يعني دول حوالي كام؟ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة. سبع كتب مفروض إن أنا أقرأ فيهم طول السنة. كذلك تعليم اللغة ما موقف خالص. كذلك تنزيل الفيديوهات. فالفترة دي أنا فاقد الشغف خالص، يعني حاسس إن أنا ما بنجزش حاجة. حاسس إن هي بداية سنة ما نجزتش فيها حاجة خالص. يعني إحنا دلوقتي النهاردة 18 أو 19 في الشهر. حاسس إن أنا ما انجزتش حاجة. ما بدأتش بقالي حوالي دلوقتي داخل في الشهر ما قرأتش كتاب، ودي كارثة بالنسبة لي. ما بصورش فيديوهات، ما بتعلمش، ما باخدش دورات، ما باخدش كورسات. ما حاسس ان انا فاقد كل حاجة. طب ايه الحل؟ الحل ان انا لازم اجبر نفسي ان انا اعمل الحاجات دي، لان انا لو ما جبرتش نفسي على الحاجات دي الوقت هيمر، كذلك السنة هتمر من غير ما اعمل اي حاجة جديدة. فانا حاسس ان انا بضيع وقت وبهلك وقت وبأهمل وقت مش عارف قيمته غير بعدين. فايه الحل؟ الحل هو حل للناس كلها، ان انت لما تحس ان انت فاقد الشغف من اي حاجة ان انت لازم ترجع تاني، ولازم تيجي على نفسك قوي. الحاجة دي ما بحبهاش بس ليها فايدة بعدين، فانا لازم اجي على نفسي فيها. ما بحبش القراءة فأنا لازم أجبر نفسي إن أنا أحب القراءة. ممكن صفحة صفحتين تلاتة حتى، بس المهم إن العادة ما تتكسرش، عادة القراءة عندي ما تتكسرش. كذلك اللغة، هل أنا أسيب اللغة خالص؟ لا، حتى لو آخد صفحة صفحتين مراجعة على أيا كان في الأسباني ألماني إنجليزي، المهم إن أنا راجع. كذلك الدورات، لو احضر يعني حلقه واحده في اي دوره، المهم ان انا اطور نفسي في المهاره دي. المهم من الاخر ان انا ما تسيبش نفسك، او انا كمان بوجه الكلام لنفسي انا شخصيا، حاول ان انا ما اسيبش نفسي. فانت لو فاقد الشغف من اي حاجه في حياتك، حاول ان انت ترجع واحده واحده. الواحد بيمر بفتره صعبه وفتره عصيبه جدا في الفتره دي، ولكن انت لازم 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 تجبر نفسك على الحاجه دي، لان الحاجه دي انت مش عارف قيمتها دلوقتي. يعني انا مهمل مهمل الحاجه دي دلوقتي، ولكن انا ما اعرفش قيمه الحاجه دي غير بعدين لما انا احس ان انا استفدت من الكتب اللي انا قراتها دي، استفدت من تعليم اللغه اللي انا بتعلمها، استفدت من الدورات والمهارات اللي انا بتطور فيها. كل الحاجات دي انا هستفاد بعدين منها. ولكن دلوقتي انا مش عارف، انا اللي هو انا فاقد الشغف. طب هتعمل ايه؟ لا، انا خلاص كده انا قاعد ومش عايز اعمل حاجه. كل اللي انا عايز اعمله ان انا قاعد ما بعملش حاجه غير ان انا بشرب كوبايه القهوه الجميله دي وخلاص. على كده ده كل اللي انا عايز اعمله. ولكن ده صحي او ده ليه فايده؟ ملهوش 30 فايده. كل اللي انت هتخسره هو وقتك اللي انت مش عارف قيمته ده غير بعدين، لما تحس ان انت كل حاجه بتروح منك، وان انت كنت تقول لنفسك يا ريتني كنت جيت على نفس الفتره دي. كنت فاقد فيها الشغف، ولكن لا، انا عايز ارجع تاني. انا عايز اقدم فاليوم او جوده او منتج معين عايز اقدمه للناس. عايز ان انا اكون شخص انتاجي، عايز ان انا اكون شخص لا كويس في المجتمع، شخص عنده طموح، شخص عنده كذا حاجات لازم تشجع بها نفسك. لان فقدان الشغف في الفتره دي صعب صعب، هتعرف قيمته بعدين. حاول ان انت ما تفقدش الشغف بتاعك، حاول دايما ان انت تستمر وتستمر وتستمر لغايه لما توصل للحاجه دي. الواحد بيجيله فتره بينتكس فيها، ولكن حاول انت تشجع نفسك. وكذلك بتوع الثانويه العامه بيجيلهم فتره بيكون خلاص، فحاول دايما تشجع نفسك وتشوف حلمك اللي انت عايز توصل له واسعى له واستمر. فدي كانت الفكره، ان انا ما بنزلش فيديوهات او الحاجات الكتير اللي انا بتطور فيها. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.